حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله وصفتنا هنعمل فيها الحمام الكداب بطرق مختلفة جدا وتتبيلة جديدة ان شاء الله هتعجبكم وهتبهر كل اللي هيدوقها منكم. تابعوني عشان نعرف خطوات تجهيزها بالتفصيل وطرق تحضيرها. هنبدأ مع بعض الأول في تحضير الرز. هنا بنحتاج حلة صغيرة بننزل عليها بحوالي 4 معالق من الزيت، عليهم قطعة صغيرة من الزبدة، وننزل ببصلاية متقطعة قطع صغيرة ونقلبها كويس لحد ما تبتدي تدبل معانا. بننزل عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونقلب كويس. وبعد كده بنكون مقطعين الكبد والقوانص عندنا القطع صغيرة، وننزل على الخلطة بتاعتنا ونقلبها كويس لحد ما الكبد والقوانص تبتدي تتشوح وتاخد جزء من التسوية، ونقلب كويس جدا ونسيبهم يتشوحوا معانا شوية يبتدوا ياخدوا لون ويتبلوا معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفين. هنبتدي ننزل بالرز، وحوالي نص كيلو من الرز. والنص كيلو هنا انا بحضر يعني اكتر عشان نكمل مع الاكل، واللي حابب يعمل على قد الكمية اللي انا بستخدمها 4 افخاد. الاربع افخاد من حوالي ربع كيلو من الرز، بس انا هنا مزودة الكمية. بننزل عليها بشوية مية صغيرين، ما نزودش المية عشان هنا بنحتاج الرز يكون نص سوا بس. نبتدي نقلب كويس وننزل بالملح بنخليها على نار متوسطة عشان يدوبك تتشرب بسرعة والرز ما ياخدش سوا. وهنا نقلب كويس وبعدين نقفل عليه ونسيبه شوية على النار لحد ما تتشرب معانا. بنبتدي ناخد جزء من اللي هنحتاجه في الخلطة، والجزء التاني بنزوده مية بسيطة جدا، وبعد كده نقفل عليه يكمل سوا عادي يبقى في الاكل حلو جدا. نبتدي نحضر التتبيلة، وهي عبارة عن بصل وفلفل ونفرمهم فرم ناعم في الكبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. ونبتدي ننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة وحوالي معلقتين من دبس الرمان. بجد بيفرق جدا في الطعم، يخلي طعم التتبيلة بتاعتنا حلوة جدا. ننزل عليهم بحوالي 4 معالق من الزيت ونقلبهم كويس مع بعض. نبتدي ننزل بالملح ومعلقة من البابريكا ومعلقة من بهارات مشكل لحمة ومعلقة من الثوم البودرة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونقلب الخلطة بتاعتنا كويس جدا. وكده بقت جاهزة الخلطة. نكون احنا غاسلين الفراخ بتاعتنا اللي في خادر خلينا وغسلنا ونقينا كويس جدا وسيبناها تصفي ميتها. وهنبتدي نجهز صينية وننزل فيها بأي نوع خضار حضراتكم بتحبوه. انا هنا مستخدمة طماطم وفلفل وبصل، اي حاجة، اي خضار، وبشر جزر، اي خضار حضراتكم حابين تستخدموه ممكن تستخدموه. وننزل عليه بمعلقتين من التتبيلة، ممكن نستخدم بطاطس، نستخدم اي نوع خضار هتبقى حلوة جدا معاه. وبنرصها كويس في الصينية ونبتدي ناخد الفخذ وننزل بالتتبيلة هنا بالوش بس، مش في الجلدة من ورا، عشان الجلدة هنبتدي نحشي فيه الرز بتاعنا. بننزل في الرز في ظهر الفخدة عندنا بالشكل اللي حضراتكم شايفين. اي كميه ما تقلقوش، بتطلع الرز مستوي جدا معانا وطعمها حلو جدا وما بتفكش ولا الرز بيخرج معانا خالص من الفخذ. نبتدي نقلبه تاني على وشه، نحط عليه جزء من التتبيله واكررها تاني مع حضراتكم. وهنا لو حتى الفخذ عندنا مش مخليه ممكن نعملها بالشكل اللي حضراتكم شايفين. نبتدي نفتح من ظهر الجلد كويس ونكون غاسلين ونشفينه كويس جدا. نبتدي نحط الرز بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده نقلبها على وشها تاني ونحط جزء من التتبيله بتاعتنا على الوش. وهبتدي اعملها لكم تاني بطرق تانية لو حضراتكم حابين تحطوها، بس الطريقه الاولانيه دي جميله جدا وبتطلع كمان الرز متساوي جدا وحلو جدا معاه عن الطرق التانية. هنا هنحط طبق صغير نفرد عليه الفخذ وننزل في قلبه بالرز ونسويه جدا بالمعلقه زي ما حضراتكم شايفين، ونقفل عليه الجلد بالطريقه اللي انا هوريها لحضراتكم. نقفل عليه الجلد كده وبعدين نقلبه بالشكل اللي حضراتكم شايفين. ما تقلقوش مش هيفك منكم خالص وبجد هيطلع حلو جدا.
وننزل بجزء من التتبيله، وممكن نحط التتبيله في ظهر الفخد قبل ما نحشيه كمان، بس انا هنا حطيته من فوق بس. ونبتدي نحضرها لكم بالطريقه التقليديه اللي على طول اغلبيتنا بنعمله بيها، هعملها برضو مع حضراتكم. وهنا الرز اهوت بندخله في قلب الفخد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، نفس طريقه الحمام. وهنبتدي نقفله بعصايه من عصيان الشيش طاووق، طريقه سهله جدا. في اي شكل حضراتكم حابين تعملوه بجد هيطلع معاكم حلو جدا، وما تقلقوش منه مش هيفك، والتتبيله كمان هتديله طعم جامد جدا، غير ان شاء الله طعم كمان الجبن اللي هنحطه على الوش بجد بيطلع طعم جامد جدا، ان شاء الله هتبهركم هتعجبكم جدا. وهنا الشكل اللي حضراتكم كلنا متعودين عليه، بننزل بجزء من التتبيله، وزي ما قلت لحضراتكم ممكن نحط التتبيله في الجلد من جوه كمان هيطلع طعمها احلى. انا حطيت على الوش التتبيله كلها، وبننزل عليها بمشكل جبن او جبنه موتزاريلا او اي نوع حضراتكم حابين جبن بتكون بتسيح، ننزل على الوش بجد بتخلي الطعم جامد جدا. ننزل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وبعد كده بنحضر جزء من التتبيله، بنكون سايبين حوالي معلقه كبيره بننزل عليها بنص كوبايه من الميه، وننزل في الصينيه مكترش ميه لان هي الفراخ طبيعي بتنزل ميه، فان شاء الله تاخد سوا كويس جدا ما تقلقوش منها، ومتكونش وهي كمان بتنزل ميه فمش محتاجين ميه كتير. بعد كده بعد حوالي تلت ساعه على نار متوسطه بنفتح عليها الشوايه، بتاخد لون وشكل جامد جدا، ان شاء الله تعجبكم جدا. وهنا شكلها بعد ما طلعناه وكملنا سوا الرز بجد حاجه كده جامده جدا، ان شاء الله هتعجبكم جدا. وهنا بفتح لحضراتكم كمان اهي الفراخ اللي احنا عملناها على شكل الحمام مستويه جدا، والرز ما خرجش منها ولا اي حاجه. ان شاء الله لو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه، وبألف هنا وصحه لقلبكم.